بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبتدي فيديو جديد ان شاء الله. بس لو كنت اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. الأول هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبتدي كده أكلة هي جديدة وقديمة في نفس الوقت. هي أنا عملنا لها شوية يعني تعديلات كده، لكن دي أكلة قديمة وأمهاتنا كلها كانت بتعملها تقريبا. لو سألتي كده الأمهات القديمة شوية هتعرفي إن كلنا كانت أمهاتنا بتعملها لنا، بس هي فيها شوية اختلافات. هنعمل بطاطس اللي هي المقلية وبعدين محطوطة في الصلصة ومعاها كفتة، معاها لحمة مفرومة يعني. بس على الكفتة طبعا. احنا بنجيب البطاطس وبنقطعها. المفروض ان احنا نقطع البطاطس على 4 مثلا، يعني 2 بالنص كده وبعدين 2 بالناحية التانية، تبقى عبارة عن ايه، تبقى زي المركبة كده او الفص بس تخينة. انا للاسف نسيت وقطعتها دواير، يعني قطعتها على انها صينيه بطاطس اللي هي الدواير. وبعد كده افتكرت ان انا هعمل بطاطس دي، بس طبعا كنت خلاص قطعتها دواير، فقطعتها على قد ما اقدر صوابع يعني. عدلت الدواير بقت صوابع، فطبعا طلعت رفيعه ومش متساويه. لكن انا وريتكم الفص الاولاني خالص اللي هي اخر واحده افتكرت بره بقطعها. قطعتها، هي بتبقى زي الفص ده. تقطع البطاطس على نصين وبعدين على نصين الناحيه التانية، يبقى على 4 مصاص زي فصوص البرتقال كده. وبعد كده بنقليها في الزيت. مش بنقليها زي بطاطس المقلية في زيت غزير وكتير وكده، هم حبة زيت بس بنحطهم في الطاسة وبنقليهم فيها. أنا طبعا شفتوا في الأول إن أنا جبت لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليهم 3 أو 4 بصلات أسفة مبشورين في الكبة، وملح وفلفل أسمر. عندك فرعين بقدونس كده حطيهم، مفيش مشكلة. حبة بقسماط عندك حطيهم، مفيش برضو مشكلة. وصبعتهم، عملتهم صوابع تخينة كده زي ما انتم شايفين، بتشبه الكوبيبة شوية، وسبتهم في التلاجة شوية عشان يتشمعوا عبال ما قليت البطاطس. وانا بقلي البطاطس حطيت اللي هي التومة. عملت بقى الصلصة بتاعت صينية البطاطس دي. بنحط تومة عادي في شوية زيت بسيطة، وبعدين بنحط الطماطم المضروبة، ونسيبهم يتسبكوا شوية على النار، مش يتسبكوا للآخر، يخشوا في التسبيك كده. في الوقت ده احنا بنبقى بنقلي الكفتة برضو في نفس الزيت بتاع البطاطس. مش بنقليها برضو جامد، يعني هي بتاخد وش يعني لون كده من على كل الجهات. وبعد كده عشان نحطها في الصلصة دي. وانا في الاول كنت مورياكم ان انا مقطعة طماطم برضو على هيئة زي فصوص كده، زي فصوص البرتقال برضو. دي بحطها برضو مع الكفتة والبطاطس في الصلصة المتسبكة دي. الأكلة دي كانت بتعملها أمهاتنا زمان، وممكن كمان من غير اللحمة، بتبقى أرداحي خالص، بتبقى البطاطس بيقلوها عادي في الزيت وبعد كده بيحطوها في الصلصة دي، وبتبقى في منتهى الجمال وطعمها حلو قوي قوي. وأكلة اقتصادية، وبتبقى بتاعت إيه ده آخر الأسبوع، زي النهاردة كده آخر الأسبوع. بس أنا عملتها بكفتة، أنا عملتها بحبة كفتة صغيرين، بس أنا على فكرة ما عملتش النص كله، يعني في شلت منه حبة كده، لأن في ناس ما بتحبش الكفتة دي، فعملت لها كفتة عادية. ما بحبش يعني الأكل اللي فيها بطاطس، عملت لها كفتة عادية وطلع حلو قوي. بتعمل بربع كيلو كفتة، بتتعمل من غير كفتة خالص. وبعد كده بعد ما الطماطم دخلت في التسبيك، حطيت في جواها الكفتة وحطيت البطاطس. طبعا البطاطس التانية بتبقى شكلها أحلى بكتير. بس دي والله طلعت جميلة وطعمها في منتهى الجمال يعني. ما قالتش لا يعني، بس لان ما كانش عندي بطاطس غيرها، فطبعا ما كنتش اقدر لسه انزل تاني اشتري، فمشت يعني عدت. بنحط تومة، احنا قلنا في شوية زيت، وبنحط الطماطم، ونحط ملح وفلفل اسمر مع الكفتة. اصلا انا حاطة ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة مع البصلة وانا بعمل الكفتة، وعملتها كويس قوي قوي. وبعدين صبعتها وحطها في التلاجة زي ما قلت. بعد ما قليناها وحطيناها هي والبطاطس في الصلصة، خدت غلوة واحدة بس فوق، انا برصها كده. وبعد كده حطيناها في الفرن، في الرف تحت خالص، اسفة، على الصاجة تحت خالص، وغطيتها. وطبعا حطيت لها زي نص كوباية مية كده.
واستوت. هي ما خدتش وقت خالص، لإن طبعًا البطاطس مقلية والكفتة برضه آخدة بتاع ده. أنا حطيت شوية زيت من اللي هو قليت بيه الكفتة وكده، لإن أنا كنت حاطة حبة زيت صغيرين أوي، أوي، عشان التومة، ما كترتش الزيت. وبتبقى طعمها في منتهى الجمال. وعملت جنبها رز أبيض ومخلل زي ما أنتم شايفين كده، وأكلة في منتهى الجمال وسريعة على فكرة جدًا. وجربوها وهتدعوا لي، وبالهنا والشفا. وإن شاء الله تبقى أكلة حلوة ومنها اقتصادية ومنها لذيذة أوي، أوي، ومشبعة على فكرة جدًا. يالّا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.